من أخيار قد قالوا سمعنا وأطعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله، يا خير من قلت لا إله إلا الله، ويا خير من دعوت إلى لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك وعلى آلك وأصحابك الكرام وعلى التابعين بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله العلي العظيم أن يجعل أيامكم أيام خير وأيام رحمة وأيام بركات. أحبة الكرام، وما زلنا حول آية من كتاب الله عز وجل من سورة مريم، والتي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وآيات الله سبحانه وتعالى تتلى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويسمعها الكثيرون منا، ولكن قلما تجد قلبا تفاعل مع كتاب الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن القلوب أيها الإخوة الأحباب تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أولها قلب سليم، وهذا القلب السليم هو الذي يأتي صاحبه يوم القيامة فيفوز مع الفائزين، والذي قال ربنا سبحانه وتعالى عنه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب السليم هو الذي سلم صاحبه من المعاصي، وسلم من الخطايا، وسلم من غضب الله سبحانه وتعالى، فيأتي صاحبه يوم القيامة مع الفائزين. هذا القلب يستشعر كتاب الله، هذا القلب إذا سمع آيات الله تتلى عليه إنما يشعر بقشعريرة ورجفة، لأن هذا القلب إنما هو قلب سليم. والقلب الثاني قلب مريض، وهو مريض بمرض الشبهة ومرض الشهوة، قلب صاحبه يرتكب معاصي، يرتكب سيئات، وربما يصلي أحيانا وينقطع أحيانا، يفعل خيرا ويفعل شرا، لا يستقيم على حال من الأحوال. فهذا القلب قلب مريض، إما أن يشفيه الله سبحانه وتعالى ويلحق بالقلب السليم، وإما أن يلحق بالقلب الميت فيصبح قلبا ميتا، وهو النوع الثالث. أعاذنا الله وإياكم من أن تكون قلوبنا ميتة. القلب الميت قلب يسير صاحبه على قدميه، صاحبه مع الأحياء ما زال يأكل ويشرب، ما زال يتمتع، ما زال يلعب، ما زال يلهو،
ما زال ينشغل بالدنيا، ولكن قلبه قلب ميت، قلب قاسي، وقد يكون في قساوته أقسى من الحجارة وأقسى من الصخور. والمولى سبحانه وتعالى وصف أن هناك قلوبا هذه القلوب أقسى من الحجارة، لأن الحجارة فيها منفعة. يقول المولى جل وعلا في محكم التنزيل محدثا عن بني إسرائيل الذين رأوا آيات الله ومعجزات الله سبحانه وتعالى، ومع هذا هذه القلوب قست. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. قلوب قاسية، قست هذه القلوب بعدما رأت معجزات الله سبحانه وتعالى. الله عندما شبهها بالحجارة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. الحجارة فيها منفعة. الحجارة تأتي بالخير، ولكن قلبا قاسيا لا يأتي بالخير أبدا. قلبا قاسيا لا يأتي منه إلا كل شر. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. الصخر يهبط من خشية الله، وقلوب قاسية لا تهبط من خشية الله. تسمع آيات الله تتلى عليها ثم تتولى هذه القلوب مستكبرة كأن لم تسمعها. يسمع القرآن يحول على طول، مش عايز يسمع القرآن، لا يحب يسمع موعظة، ولا يحب يسمع قرآن، ولا يحب يسمع درس أو حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما آيات الله وأنذرهم يوم الحسرة، هذه القلوب إذا استشعرت هذه الآيات لكفتها. وقلت لكم أيها الإخوة الأحباب عن أنواع الحسرات التي يتحسر عليها الإنسان يوم القيامة، منها وأخطرها وأهمها التفريط في حق الله سبحانه وتعالى. يندم الإنسان أنه فرط في حق ربه. ربنا أمرك بالصلاة، وأمرك بالزكاة، وأمرك بقراءة قرآن، وأمرك بأعمال خير. القرآن نزل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت واحد منها. القرآن نزل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت أيتها المشاهدة واحدة ستحاسبين على تفريطك في هذا القرآن. القرآن نزل ليتلى، فيتحسر الإنسان يوم القيامة أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، فيندم ويتحسر أنه ضيع حق الله، أنه عاش في الدنيا يأكل ويشرب ويتمتع ونسي أنه مسلم. صلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وثانيها يتحسر على عدم اتباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن للرسول أحاديث، وإن له منهج جاء به ليصلح البشرية، وكلام رسول الله منهج. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم يحب أن يسير على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم، ينظر أينما سار الرسول فيسير خلفه، ويسير على خطاه، ويسير في طريقه، ويقول هنا سار رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يحبون رسول الله.
وكانوا يلتمسون كل مكان تعطر بوجود الرسول فيه، صلوات الله وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله. فكل إنسان فرط في اتباعه للسنة فهو ظالم لنفسه. ولهذا وصف ربنا سبحانه وتعالى فيقول: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يعض على يديه من الندم أنه لم يتبع رسول الله. رسول الله منهجه في حياتنا: إذا أكلت ماذا تقول عندما تجد طعاما أمامك؟ وماذا تقول إذا فرغت من طعامك؟ ماذا تقول إذا شربت؟ وماذا تقول إذا انتهيت من شرابك؟ ماذا تقول إذا لبست ثوبا جديدا؟ وماذا تقول إذا دخلت بيتك؟ وماذا تقول إذا خرجت من بيتك؟ ماذا تقول في كل أحوالك وفي كل حركاتك وسكناتك؟ رسول الله يعلمك ماذا تفعل، ومع هذا أنت معرض، ومع هذا أنت لا تريد أن تتخذ مع الرسول سبيلا وتتخذ فلانا خليلا من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يضلك، هذا الذي يأخذ بيديك إلى الرذيلة، فتندم يوم القيامة وتقول يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أيها الإخوة الأحباب، ولهذا يندم بعد ذلك النادم يوم القيامة ويتحسر على عمل خير عمله. هذا العمل الذي عمله فقد أهم ما في قبول الأعمال من مفاتيح. هذا العمل فقد الإخلاص،